لا حبيبي، سجلت البيت باسمي لولا نحيت تعبت من امك واختك. كل ما هاي تعاي نطفي تعاي غسلي، ترى والله حيت تعبت، ترى اعوفك واروح أنا والله. هذا بيت ترى داخل راحتي بيه، والله ترى ما مزوجة امك واختك، انا مزوجتك الك، وهذا اخر انذار الك. إيه يا حبيبتي، سجلت البيت باسمك وألف مبروك، بس بشرط لا تقولي لأم والأختي لأن هم ما عندهم غيري وين يروحون. هسه خلي أختي تتزوج والله كريم عود أمي تشوف لها صرفة ونطلعها من البيت ماشي. هسه لا تقولي لهم خطية، يعني وين يروحون هم أهلي ذولي. ها يما احنا سمعنا الحكي كله يا حبيبي. ليش يما هيك بهذلتنا وسجلت البيت باسم مرتك؟ ليش احنا وين نروح انا واختك وما عنا بس الله وانت يا حبيبي؟ ليش هيك يما سجلت البيت باسم مرتك؟ وين نطوا وجوهتنا؟ بس احنا ما راح نظل ساعة بهذا البيت لان اكيد راح تسيطر مرتك علينا واحنا ما نشتغل عندها يا يما. راح اروح انا واختك واطلع وان الله عود هذا ابوك وصاك علينا يا انا وخيتك. يلا يما مشينا خلينا نطلع، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه واخيرا طلعوا امك واختك. لقى روحك حبيبي، ترى هم طلعوا مو احنا طردناهم. يلا حبيبي روح ارتاح هسه انت ونام، والعصر روح اطلع فتح محلك وقعد بيه، والله لا تشغل بالك اصلا. حبيبتي واخيرا سجل البيت باسمك. يلا بعد كم يوم هم خلي المحل يسجله باسمك عبود ناخذ املاكه كلهن وننهزم انا وياك يا حبيبتي. ما اقدر افارقك بعد ساعة واحدة ماشي. ايه حبيبي، سجلت البيت باسمي، بعد كم يوم اخلي يسجل المحل باسمي وغصبا على راسي حتى نعوفه وننهزم انا وياك حتى نتزوج. الله هسه خلي بس يجي خلي المحل يسجله باسمي. ها حبيبي الله يساعدك شلونك، اقول لك حبيبي ليش مسجل المحل باسمي حتى امك واختك ما يطالبونك وياخذونه من عندك. يا حبيبتي بدون ما تقولين سجلته باسمك وهاي الورقة مال المحل. والف مبروك حبيبتي. واخيرا سجلت البيت باسمي والمحل. يلا طلقني لم ملابسك واطلع الحق امك واختك، اصلا انا ما ميت عليك، ميت على فلوسك. يلا اطلع يلا. يما أنا من رحت السوق لقيت ولد غريب داخل بيت أخويا، وأخويا مو هناني، يمكن قاعد تخونه. يا عزل عزاها شلون تخون بابني؟ فوق ما سجل البيت باسمها وطردنا من البيت على مود هالنوبة تخونه. هاي ايش راح نسوي هسه؟ بالله لازم نقول لاخوك، اكيد اخوك ما يدري. يما شلون هسه؟ لازم اقول لاخوك يا يما. يلا خلينا نصيح له. يما لا تصحيني ولا هاي، انا اصلا هم طردتني من البيت. سجلت البيت باسمها وسجلت المحل باسمها واخر شي طردتني من عندي. يما انا اسف وغلطان، سامحيني يما، طردتكم من البيت على مودها وطلعت خاينة وكذاب. ما انا مسامحتك، الله ينتقم من عندها ان شاء الله. بس ليش يما هيك دمرت روحك ودمرتنا وياك؟ شلون نسجل البيت باسمها والمحل هو رزقنا؟ يما شو نسوي هسه؟ يما ما ادري، المهم سامحيني، انت ابوس رجلك يما سامحيني وخلي اختي هم تسامحني، وانا اعتذر من عندكم كلش هواية يما. لا حبيبي أخويا أنا مسامحتك، وأنا عندي طريقة راح أرجع البيت باسمك والمحل. بس أوقف لي شوي بس، يلا قوم قوم صر قوي. أخويا ترى مرتك تخونك وشفت تدخل ولد غريب، ليش ما نراقبها ونروح نصيح مختار المنطقة؟ أحسن نراقبهم وندخل عليهم والمختار ياخذ حقه. شلون طبيتوا للبيت؟ مين قالكم تطبون بيتي؟ هاي مرتي وبيتي ومحلي، لا حد يتدخل بيني وبين مرتي. قلت لك انا مختار المنطقة، مو عيب عليكم ما تستحون تسوون هيك وتخونين رجلك وليش؟ اليوم ادمر حياتكم، راح اخبر عليكم الشرطة لان انتو خاينين وقشمرتوا هذا الرجال الطيب والعجوزة واخته طردتوها من البيت. انا ما راح اخليكم دقيقة بالمنطقة، لو تجيبوا الاملاك ترجعوها لو اسجنكم. ماشي شو تقولون؟ يلا بسرعة جيب اوراق الرجليج ووقع عليهن وتنازلي. انا مختار راح اجيب لك الاوراق واجي. الاوراق الملكية وانا تنازلت عليهم، راح اخذ حبيبي واروحن.
أنا غلطانة واعتذر معتكم، وهسه راح أروح آخذ حبيبي وأروح بعد ما يشوفون وجهي بالمنطقة. هذا جزاء كل وحدة تسويه تجيب أهل زوجها وتخونه. يلا ما أريد أشوف قلقكم بهاي المنطقة كلها، شوهت سمعتنا.